السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلبة وطالبات الصف الأول الثانوي. النهاردة هناخد درس جديد من دروس مادة الفلسفة بعنوان دور الفلسفة في المواثيق الأخلاقية المهنية. قام الفلاسفة بدور كبير جدا في الحث على وضع المواثيق المهنية من خلال 4 حاجات. أول حاجة عندنا اللي هي تحليل الواقع الثقافي واستخلاص القيم الأخلاقية. بيؤسس ميثاق أخلاق المهنة على دراسة تحليلية، أول حاجة للواقع المجتمعي وللمعايير الأخلاقية والمجتمعية وللمرحلة التاريخية ونوع الخدمات اللي بتقدمها المهنة. يعني إيه؟ زي بالظبط كده لما استطاع عندنا سقراط إن هو يتصدى للسوفسطائيين ويهدم أفكارهم الخاطئة، فكان بيدعو للديمقراطية وثبات القيم الأخلاقية، وذلك من خلال فحصه للمجتمع الأثيني. تاني حاجة عندنا اللي هي تحديد الأسس والقواعد المحددة لأداء أعمال المؤسسة. بيتم هنا تحديد القواعد العامة اللازمة لأداء أعمال المؤسسة استنادا إلى القيم اللي بيقدمها الفيلسوف للقائمين على هذه المؤسسة. مثال على كده زي عندنا أكد الفلاسفة أنه يجب مثلا على المعلم أنه يتحلى بالأمانة والنزاهة والإخلاص أثناء تأدية عمله داخل المؤسسة التعليمية. تالت حاجة عندنا اللي هي وضع أسس ميثاق أخلاق المهنة كإطار مرجعي للمعايير اللي بتحكم السلوك. يعني هنا بيتم وضع أساس ميثاق أخلاق المهنة بمشاركة الفيلسوف والمتخصصين في المهنة المختلفة. مثال على كده زي ميثاق الأخلاق المهني للمحامين اللي تم وضعه وفقا للمتخصصين، بيراعي فيها المبادئ الأخلاقية اللي بينص على أن المحامين يتصرفون لصالح عملائهم وفقا للقانون وإلا تعرضوا للجزاء والعقاب. رابع نقطة عندنا اللي هي مبادئ الالتزام بالسلوك الإداري والوظيفي داخل المؤسسة. الالتزام بالأخلاقيات العمل بتمثل المنتج النهائي لميثاق أخلاق المهنة اللي بيؤدي لجودة العمل والمنتج وتحقيق مصالح الجميع. مثال على كده زي التزام إحدى الشركات بإنتاج هواتف بمواصفات دقيقة أدى لانتشار هذا المنتج بشكل كبير جدا وإقبال العديد من الأفراد على شرائه.